السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين، يا رب كده تكونوا بخير وصحة وسلامة وراحة بال، اللهم آمين. إن شاء الله فيديو النهاردة مميز جدا وحلو جدا. هنعمل البيديفور بمقادير مظبوطة جدا، مقادير الشيف أحمد القاضي. إن شاء الله طريقة تنول إعجابكم، بس أتمنى إن انتوا تنفذوا الخطوات بنفس الطريقة. تابع الفيديو الأخير، لايك وشير كده علشان كل جديد يوصل لكم إن شاء الله. نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأول حاجة هنحطها معانا الزبدة. البيدفور بتاعنا عبارة عن نص كيلو من الدقيق، ما يعادل 4 كوبايات من المج العادي. معايا 400 جرام من الزبدة، ويستحسن ان انت تكوني عندك ميزان ووزنهم كويس جدا. معايا 175 جرام من السكر. دي المكونات بتاعتي بتاعة الشيف أحمد القاضي. ومعايا بيضتين 2 كاملين. مقادير ما شاء الله حلوة جدا، ولا يعني ما نقدرش نقول حاجة عليها، ما شاء الله ما شاء الله حلوة خالص. بس تابع الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصفة تنول رضاكم. الزبدة بتاعتي طبعا بوزنها وبحطها عندي في التلاجة، لازم تكون مجمدة، ما تكونش فكة منك خالص. نطلعها قبل الشغل على طول ب5 دقايق، ونبتدي نحط السكر على الزبدة ونضربهم ضرب كويس جدا. هقول لكم ايه المشكله اللي قابلتني وانا بضرب الزبده. دي زبده فرن، في مشاكل في الزبده اليومين دول، فجيت اضرب في الزبده لقيتها بتفصل وبتنزل ميه. فدي طبعا حاجه مش كويسه ان الزبده بتاعتك وتكون قوالب، القوالب اللي هي الفرن والكريستال والحاجات دي، ان هي تنزل ميه. بس انا استغربت ان الزبده فرن لان اشتغلت بيها قبل كده ان هي تنزل معايا ميه. فنزلت ميه، فانا هقول لكم انا عالجتها ازاي. والبيدفور طلع زي ما شفتوه في اول الفيديو كده، ما شاء الله. مستمرين ان احنا بنعمل نواعم العيد بتاعتنا باسهل الطرق وادق المقادير، لان الحاجه طبعا غاليه جدا، ما نجازفش ونعمل المكونات بتاعتنا وفي الاخر نرميها يبقى حرام. لما لقيت الزبدة فصلت معايا جبت معلقة من السمنة. دي معلقة سمنة بلدي حطيتها معايا كده. معلقة السمنة بقى اللي انا حطيتها دي هتنعم معايا الخليط ومش هتخليه يخرز معايا. دي طبعا اضافة من عندي لما لقيت الزبدة فصلت ونزلت مية. فانت لو الزبدة فصلت معاكي وانت بتضربيها بتعملي نواعم عيد او بتعملي اي حاجة حلويات بزبدة، هتبتدي تحط لها معلقة من السمنة هتربط معاكي. هنقعد نضرب بقى كده لغاية ما الخليط بتاعي ده يبيض. عايزينه يبيض يا نجلة؟ ايوه. عايزينه اللون بتاعه الاصفر ده يفتح خالص يبقى عامل زي الكريمة معاكي. حطيت ظرفين 2 من الفانيليا، كمان هحط معايا 2 من البيض، عدد 2 من البيض. واضرب كويس جدا. الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات او دقيق الكحك والبسكوت. بتجيبيه وتنخليه توزنيه كويس جدا، او لو ما فيش ميزانه بتعايريه بالكوبايه، بتجيبي كوبايه المج العادي وتعايريها بالمعلقه. بتحطي الدقيق في قلب المج بالمعلقه، مش تحطيه وتكبسيه، لا. بيبقى دقيق هايش ما يبقاش مكبوس عشان تطلع معاكي المكونات مظبوطه. بس انصحك ان انت يبقى عندك ميزانه الصغيره حتى ديت، او توزنيه عند اي سوبر ماركت جنبك، علشان نواعم العيد دي والبسكوتات والحاجات دي بتبقى عايزه بالجرام مقادير مظبوطة جدا. بضرب بقى على قد ما اقدر زي ما حضراتكم شايفين كده، المضرب بتاعي بعافية شوية. ربنا يوسع علينا وعليكم جميعا، اللهم امين. اضربي، ما تستخسريش في الضرب لغاية ما الخليط بتاعك يبقى ابيض خالص. كل ما تمشي على الوصفة بنفس الخطوات هتطلع معاكي ما شاء الله حلوة جدا. بعمله بقالي يعني فترة طويلة، كام سنة، وبيطلع ما شاء الله. بس السنة اللي فاتت بعد ما كنت بحط على الكيلو 800 جرام، لا كنت حاطة 750 جرام، كان طالع جميل برضو. انا حطيت المرة دي 400 جرام على نص كيلو، يعني الكيلو هياخد معاكي 800 جرام. ابتدي انزل الدقيق. البيتي فور يا جماعه ما بتحطلوش بيكنج باودر. نزلت الدقيق بتاعي وحط عليه يا دوب ذره من الملح. هحط الدقيق بتاعي مره وهسيب تقريبا قد نص كوبايه كده في الاخر، لان طبعا الدقيق بيختلف عن بعضه. ممكن ما نحتاجش الدقيق اللي في الاخر، نص كوبايه اللي في الاخر دي. قلب بقى كويس جدا بالسباتيولا او بايديا لغايه ما العجينه كلها تختلط معايا. طيب احنا لو في الحر وعايزين نشكل البسكوت، بتبتدي بعد ما بتضربيه معاكي كده بتحطيه عندك في التلاجة بتاع نص ساعة وتبتدي ان انت تشكلي فيه. طيب لو مثلا حطيتي العجينة بتاعتك في القمع او في الكيس اللي انت هتشتغلي بيه او في المكنة، ولقيتها بتسيل معاكي وبتسيح معاكي وبتطلع المادة الدهنية، هتاخدي الكيس بحاله كده او المكنة بحالها، هتحطيها عندك في التلاجة بقى كده في بولة او في طبق قد نص ساعة. بعد كده تبتدي ان انت تشتغلي تاني. طبعا الجو لو حر وكمان الضرب بتاعنا والعوامل بتاعتنا اللي جنبنا بوتاجاز قايد او حاجه، ممكن يخلي العجينه بتاعتك تسيل منك. شايفه العجينه دي سالت مني شويه. هبتدي ان انا
اخدها كده المها كده كلها في بعضها، ادخلها عندي في التلاجة. جبت بقى كده معلقة من الزبدة، وهجيب معلقة كده ونص من الكاكاو، كاكاو خام اللي هو المر يا جماعة، معلوش سكر ولا حاجة. حطيت معلقة ونص من الكاكاو. هقولك بقى في ان شاء الله في صندوق الوصف كل المكونات بالكوباية وبالجرام، ان شاء الله هتبقى معاكم زي الفل. ولو عملتيه اول مرة واول مرة تعملي البيديفور، بعد كده هتعتمديه وهتبقي استاذة فيه. تسلم ايديكم وعينيكم، ويسلم كل حاجة فيكم. نقلب بقى كويس جدا كده. خدت قطعة كمان من البيديفور، عجينة البيديفور اللي هي الفانيليا دي كده، واقلبها بقى كده. هجيب بقى كده جوانتي او البس اي حاجة في ايديا، كلافز، علشان نعرف نعجنه كويس. ما فيش، اعجنيه بايديكي عادي خالص، عجني ايديكي وشوية مية دافيين وتغسليها، هتبقى زي الفل معاكي. اهم حاجه تدخلي الكاكاو كويس جدا، وما نعجنش زي ما تكون بندخل الكاكاو كله في بعضه، بنلمه كده زي ما حضراتكم شايفين. انما لو عجنتي العجينه هتمط معاكي وتشد معاكي. شايفه القمع ده؟ القمع ده قمع بلح الشام. السنون بتاعتي كانت مفتوحه شويه، ابتديت ان انا اضغط عليها ولميتها مع بعضها. في قمع تاني، القمع اللي هو بتاع البيتيفور مقفول شويه على بعضه، انا قلت اعمل بالقمع الكبير المره دي. بفتح الكيس وادخل، ده كيس عادي خالص، الكيس ب1.50 جنيه. لو ما عندكيش الكيس اللي هو القماش، تبتدي ان انت تشتغلي بالكيس ده، بس حطي كيسين اتنين مع بعض في قلب بعض. طب لو عندك كيس القماش وبتبتدي تطلع منك الزبده والسوائل بتاعتك، بتحطي الكيسين جوه بعض، تحطي الكيس النايلون وبعد كده تحطي الكيس القماش، الاتنين في قلب بعض، وتبتدي تشتغلي. لو ايديكي سخنت على العجينه بتاعه البيديفور، هتبتدي ان انت تدخليها معاكي التلاجة زي ما قلت لك قبل كده. بجيب السيجان بتاعتي، ويستحسن تكون سيجان من الألمونيوم، بتبقى ما شاء الله ما شاء الله تسويتها اللهم بارك حلوة جدا. بصي بقى، بعمل الوردة العادية خالص، بضغط، بقوم جايبة الكيس وأسماه على مرتين، وبتخلي ايديكي فوق القمع على طول. دي هتسهل لك عملية التشكيل. أنا بنزل من العجينة أهو، وبقوم جاية لفة الكيس، بنزل العجينة وابرم الكيس برمة، وبإيديا تحت زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، في ثواني. يعني لو عاملة 3 كيلو 4 كيلو من البيتيفور، في ثواني هتكوني مشكلاهم. بس اهم حاجة تكوني الجو بتاعك مش حر، يعني مثلا لو مطبخك شغالي فيه مروحة، او مكان عندك فيه تكييف او حاجة، تبتدي ان انت تشتغلي فيه. المهم ان انت ما تشتغليش جنب البوتاجاز، او تكون عندك مكان حر. هنرص الصاجات بتاعنا بقى كلها بنفس الطريقة كده، وتقدري تشكلي اكتر من شكل. طيب لو انا عايزة اعمله في الماكينة بتاعة البيديفور، تزودي بقى شوية دقيق كمان لما العجينة تتماسك شوية معاكي، قد معلقتين 3 كده من الدقيق وتكملي. طبعا الصاجات بتاعتي مش مدهونة اي حاجة. لو انت قلقانة وحابة تدهني، منديل كده او منشف من مناشف المطبخ، تبتدي ان انت تدهنيه زيت خفيف وتمشيه على الصاج. شايفة بقى كده؟ ادى الكيس. هروح بقى نحط برضو بقية العجينة عندي في قلب كيس من الاكياس اللي هي القماش، ونكمل العجينة بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. تعمليها كبيرة بقى، تعمليها صغيرة، بس الوسط حلو، الوسط حلو في كل حاجة. ونعمله بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى الجو حر وانا شكلت الصاجات، ببتدي ادخل الصاجات بتاعتي طبعا التلاجة. الصاج بيبقى 30 في 40، انما لو صاج 40 في 60 طبعا مش هيدخل التلاجة. انما الصاجات الصغيرة اللي هي 30 في 40 دي بتدخل التلاجة معاكي. لو انا شكلت والرسمة بتاعتي ما عجبتنيش او طلعت كده مش كويسة معايا، ببتدي ان انا اشيلها، احطها في الكيس تاني واعملها. شوف انا بنزل العجينة ازاي، وبضغط من فوق القمع على طول. حابة بقى ان انا مثلا بعد ما اخلص، اجي في وسط الوردة اللي انا عاملاها دي بصبعي كده، اعمل نغزة كده لتحت، اعمل نغزة لتحت كده بس ما تبقاش مسمعة، واحط مثلا فيها مربى او شوكولاتة. طبعا الشكل ده النهائي ده بيبقى جميل جدا. عملنا مخبوزات كتير من اول شغلنا في القناة، والحمد لله بتطلع ناجحة بشهادة الجميع. يعني اي حد بيعملها يقولك يا نجلاء انا جربت الوصفة الفلانية وطلعت ما شاء الله حلوة جدا. سواء حبايبي اخواتي جيراني بيعملوها وبتطلع ما شاء الله. شايفة شكلها جميل ازاي؟ اللهم بارك. هروح بقى اجيب البيتيفور اللي بعجنة الشوكولاتة. طبعا انا عبال ما خلصت اللي في الفانيليا كنت حطاه في التلاجة. شوفي جمد ازاي، الزبدة جمدت معايا. كل ما بتعمليه بقى بيطلع بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى هي جامدة لسه شوية، بتعذب شوية عبال ما تمشي شوية معايا. اما تطلعها من التلاجة تحل حبة، وبعد كده تحطها في الكيس وتشتغلي فيه. انا بقى ما سبتهاش تحل شوية، انا قمت حطها في الكيس على طول، وقلت الحرارة بتاعت ايديا تشغلها على طول. طب هنسوي يا نجلاء على درجة حرارة هنسوي على درجة حرارة 170.
واللي بيبقى ما تشغليش من فوق شوايه نهائي، ما بتشتغلش زي البسكوتات كده، بتشغلي من تحت بس. شايفه النار هاديه من تحت ازاي، درجه حراره 170 180 بالكتير خالص، وتشغلي المروحه، ما فيش مروحه، بتبتدي ان انت ايه تخليه من تحت. اول صاج طلع بسم الله ما شاء الله، بيقعد معايا في الفرن قد ايه؟ يقعد معاكي بتاع من تقريبا ربع ساعه. احنا بقى بنحبه متحرمش كده من الحروف. انت بقى لو حباه ابيض براحتك، التسويه دي ليكي. تحبي تطلعيه لون، تحبي تطلعيه مقرمش زي ما انا مطلعاه كده، ولادي بيحبوه كده، او انت تطلعيه ابيض زي ما هو براحتك، اللون اللي انت حباه. لو انت هتطلعيه ابيض، هتهزي الصاج كده، لو لقيت البيتيفور اتهز معاكي هتعرفي ان هو خلاص استوى، فتطلعي الظهريه بتاعته كده وتشوفيها. لو لقيتي اللون اللي هو الاصفر الفاتح ده، تبتدي ان انت إيه تطلعيه وتسيبيه على الصاجات لغايه ما يبرد خالص. وبعد كده تبتدي ان انت تشكليه. هنشكله ازاي يا نجلاء؟ عندي شوكولاته خام بيضه، شوكولاته خام اللي هي الدارك البني، طبعا دي كانت عندي بقالها فتره، معرفش الاسعار دلوقتي بقت عامله ايه. عندي شويه فارماسيليا، عندي شويه جوز هند، يعني التزيين حاجه بسيطه من قلب البيت كده. او انت مثلا تشتري اللي هو الباكو الصغير دريم بتاع الشوكولاته، بيبقى ربع كيلو، بتبتدي تجيبيه وتعمليه على مرتين. ممكن بقى لو انت مش عايزه البيتيفور يطرى معاكي، ما تحشوهوش مربى. لو حشيتيه مربى بعد يومين ثلاثه كده بتحس ان البيتيفور بتاعك طرى. لو عايزاه مقرمش بتحطي له شوكولاته زي ما احنا بنعمل كده، نقطه شوكولاته صغيره، وتقفلي البسكوت البيتيفور على بعضه، وتغطسيه في قلب الشوكولاته، وما تنزليش كميه الشوكولاته كامله. تمام كده؟ لا، خليها كده علشان تعمل خليط معاكي كده، تبقى تقيله شويه معاكي وشكلها جميل. زي ما انت شايفه كده، احطها في كده، واقوم جايه احطها في الفرماسيليا، بتدي شكل جمالي جميل جدا. بألف هنا وشفا على قلوبكم. كلف كتير، يعني احنا لو حسبناها هتبقى اقل بكتير من التكلفه اللي جايه من بره. نص كيلو من البيتوفور عمل لي بتاع كيلو وشويه ما شاء الله. شايفه بقى كده التزيين سهل جدا وبسيط. تقدري تحطي مربى، تقدري تحطي نوتيلا، سما اللي هي شبيهة النوتيلا دي، تقدري تحشي بيها، سواء البيضة او سواء اللي هي الدارك البني. اقدر احط مربى حليب، اقدر احط اللي هي زبدة الفول السوداني، زبدة الفستق، اي حاجة من الحاجات دي. لو انت مثلا بتشتغلي اونلاين، تقدري تعملي الحاجات ديت بطريقة سهلة جدا وبسيطة وتشتغلي بيه. اقدر احط بوديفور الزبدة على السمنة واشتغل، هيطلع زي الفل معاكي. يعني بدل ما تحطي 400 جرام عندك سمنة او زبدة، تقدري تعملي خليط من السمنة على الزبدة وتشتغل، هيطلع معاكي زي الفل. مش عايزة اقولك انه طعم وريحة معلقة السمنة الفلاحي فرقت كتير جدا، او سمنة عادية اللي موجود عندك ما شاء الله. بس انت لو عملتي البيديفور بالزيت هيقلب زي، يبقى زي البسكوت، هيبقى زي بسكوت ال10 دقايق كده. شايفة بقى؟ جبت صينية كده كانت عندي بتاعت حلويات، وابتديت ارص عليها زي ما حضراتكم شايفين. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، وكن ضيفة خفيفة عليكم، وتكونوا في احسن حال وقت ما الفيديو يوصل لكم. ما شاء الله، شايفه البيديفور هش كده وناعم ومقرمش في نفس الوقت، مش مقرمش وتحس ان هو بيقطم ومعضم. لا طبعا هيعضم معاكي لو انت عجنتيه وقت طويل، انما احنا يا دوب بنتوه العجين في قلب الزبده والسكر. شايفه ما شاء الله حلو جدا. بألف هنا وشفا على ايديكم، بألف هنا وشفا على قلوبكم، وتسلم ايديكم وعينيكم. دمتم بخير وعلى خير، في حفظ الله وأمانه، وكل عام وانتم بألف خير.